بسم الله الرحمن الرحيم، وألف الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم يا جماعة، مساكم وصبحكم بالخير، كل واحد حسب مكانه. يا جماعة الحكي بيني وبينكم أشقد ارتاح أنا لمن أقعد بيناتكم هالشكل واسولف لكم وأنتم تسلطون، لأن أحس نفسي كنيني بين أهلي وبين ناسي، بين ناس أحبهم ويحبوني وأفتهمهم ويفتهموني، وكلها هي سوالف الغاية منا أنه تدخل السعادة إلى قلبكم بوقت اللي السعادة صارت بينه زحمة. وأنا من أقعد أسولف لكم على أمور صارت ببيتنا، على أمور صارت بيني وبين أبوي وبين أمي وبين نانتي، ولا أحس بالإحراج، لأن الموصل هي كلها عائلة وحدة، واللي صار ببيت الدريمي صار ببيت جيرانه، واللي صار ببيت جيرانه صار بأي بيت من بيوتكم. والله من أتذكر أي واحد من أصدقائي كانت مثل أمي. بقى اليوم كان حضرت لكم كم سالفة إن شاء الله تيجي على مرامكم وتتونسون بها. كان ويا ما كان، وعلى الله التكلان، واللي عنده ذنب يقول التوبة واستغفر الله. أبدي لكم حلقة اليوم بحكي أبوي الله يرحم موتاكم ويرحمه، حكى أن هي من كان معاون شرطة بقرية من قرى الشمال. يقول كان أكو جامع، وكان بالجامع هذا أكو شيخ جليل كل يفهم بأمور الدنيا والحياة والدين، وكان عنده 4-5 تلاميذ يسموهم المتوكلين، قاعدين بالجامع ويسلطون على تدريس الإمام هذا، وطول النهار لا شغل ولا عمل. وحشاكم كان يوصفهم أبوي، يقول كل واحد كان مقد البغل، قاعدين طول النهار بالجامع متوكلين على الله، أكلم يجي من الناس وهيم قاعدين يتناقشون أشون منكر ونكير يجون على الميت، وأشون يقلبون ويثنون ويحاسبونه، وأشون يعذبونه بالقبر، وأشون عذاب القبر أكثر من عذاب جهنم، وقيضيها لا صنعة ولا شغل ولا حركة طول النهار. واحد يحف اللاخ لما يجي الأكل، يقلك كان واحد منهم شوية عقله ما تمام، وهذول ينصبون علينا بين وقت ووقت ويطلعون روحه. هذاك اليوم جاب بالهم ينصبون علينا، قالوا له أنت خواف، قال لهم لا أنا ما خواف. قالوا له عشون نحن نعرفك أنت خواف، وإذا ما تخاف كان حفروا قبر بالمقبرة ليدفنون الميت الصبح، تروح تنام بين القبر من هسه إلى الصبح، وإذا قمت من الصبح وما بيك شيء وما خفت نعطيك نص دينار، ولا أنت تعطينا نص دينار. هذا ما كذب خبر، شد حزيمه وحط المسدس ماله بحزيمه ودار راسه قبل على المقبرة، وهذول خلفوا تمدد بالقبر، وهذول ضحكوا راح يخسرون الشغط، يروح نص دينار من الصبح. قالوا والله راح نخوفه. جو علينا وكل واحد لبس له شرجف وعملوا نفس منكر ونكير، وبدوا يطبقون نفس التمثيلية اللي درسوها الصبح براسه، على قوم دن حاسبك وقوم دن عذبك وما أعرف اشنو. لاحوا علينا بالحكي، جغ المسدس مالك وسلخ واحد منه بطلقة، والثاني شلع، جرب ركضة وقبل على الجامع. شرطة همزين مسكونه لهذا وجابونه عند أبوي. أبوي يحقق معانه، يقول ليش أنت عملت هالشكل؟
قال له يا أفندي أنا 100 مرة قلت لهم أنا ما ميت، الميت يجي الصبح تعالوا حاسبونه، أنا كنت شغلته مع جماعتي وهي يقولوا لي نعذبك ودنا معه فاش نعمل ومن هالحكي هذا. أنا من حالات روحي ضربت ناكر بطلقة وانهزم نكير. ضرب ناكر بطلقة وانهزم نكير. نرجع الموصل أيام الامتحانات وأيام البكالوريا وأيام الجامعة، كنا نسهر بالكازينو مال بورسعيد يم جسر الجديد على النهر. كان صاحبها عبد خروفة. عبد خروفة كان فقط شخصية فذة، وبهذاك الوقت كان شيل أسنانه بعد ما كان خلاله طخم، ولمن يحكي يبتبت تغشعه شيء السلي مال البارد جواباته ويتفتل على المشتغية يخيلق هذا ويصنف على هذاك ويوزع النكوكة هوني هوني هوني. فغد يوم واحد من جماعتنا ابن الحلال جاب عقوقة هالقداتي بكيس نايلون معانه على الشيخان، وهو جاء عبد خروفة يوزعنا البارد. سأله ها ابن ايش تشرب اليوم؟ هذا شيء العقوقة وحطه بزيقه وتعال واطمن. سلة البارد وقعت من ايده وبطولة البارد طايروا بالسماء. عبد خروفة يقمز بنص الشيخانة والعقوقة تقمز بزيقه، تقول يرقص روكادرول ويخيلق يمين ويسار ولسانه يبتبت ما عنده اسنان، سينما بلا شريط. بقى ما غير نقول منه هذا هو يعرف نفسه. علما طلع العقوقة من زيقه الدنيا انقلبت والناس ماسكي بطنه وتضحك وهو يخيلق بالنص. احنا هم ايش نعمل؟ اعطينا له فلوس البارد بس ظلت الفلسي. يرد علينا واحد منا يقول له ولا ايش بك بصدنا، اذا غدا الصبح ما انقطع نسلك يعني ما بيكش. الله يرحمك يا عبد خروفة. بقى كنا نسهر يسعى 1 2 بالليل ندرس ونرجع نسرسح مشي على بيتنا. امسك طريقي وعبو جسر الجديد ويم المتحف بموازاة شارع حلب لحد ما أصل سينما الجمهورية، يعني يم المحافظة. وكنت أقطع من فوق المقبرة بدل ما أروح المحلة بابلكش مثل ما وصفه أخوي أزهر العبيدي لما قال كان أكو تل الوتاغة خلف الفرن مال محمد ومسعود وخلف الجراج مال السكراب مال حسين أبو عمشة الله يرحمه، بالضبط بالمكان اللي كانوا يعيشون بينه بيت جلوقة. ولأخويا أزهر حتى بيت جلوقة ما نسيته، الله يعطيك الصحة. وبنهاية المقبرة كان اكو عوجي خلف مدرسة الوطن، تنزل من الصفحة الثانية قدام بيت نشوان العمري، وبعدين تطلع على مدرسة الأمير عبد الله النموذجية وبيتنا بجنب. وانا راجع ساعة 1:30 بالليل وقد اتمشى وقد اصفن بحكاية ابوي مال منكر ونكير وقد اضحك. والناس كانوا يطلعوا الزبل مالتهم تنكات الزبل بغى البيت، يعني ثاني يوم ابو الزبل كان يفتر يولد وشور بي منكر ونكير، يوداده بالسنتين بطن التنكة مال الزبل قياكلون. هي مسمى حس رجلي قد اتمشى انهزم التنكة همين غجفت يمين وغجفت يسار وانقلبت بالأرض، وهذولي من ثولتهم ركضوا عليهم بدل ما ينهزمون مني واندعموا برجلي. أشق لك طيروا عقلي. أنا مستغفرت ربي ودحدرت على بيتنا وكنا عدكم وجينا، ولو كان بيتنا قريب كان جبنا لكم حمل زبيب.